احنا دلوقتي سنة 1984. الوضع تقريبا مريح، الرئيس مبارك ماسك الحكم بقاله 3 سنين في شبه استقرار. وكان المواطن عابد المصري في سينا بيقود مجموعة من أهل سينا في رحلة عبر الجبال علشان يكتشف واحدة من أهم اكتشافات التمانينات، أهل الكهف. أيوة، أهل الكهف، بس مش اللي اتكلم عنهم القرآن. لقى 10 هياكل عظمية نايمين في صف واحد، كل واحد منهم حاضن سلاحه الميري، وفي واحد منهم رائد وجنبه راس صاروخ، وكلهم ناحية القبلة وجنبهم كراسة غرقانة بدمهم. وكتب آخر واحد عاش فيهم قصتهم. مين دول وإيه اللي حصل لهم؟ خليني أقولك. في إبريل عام 1969، بعد أقل من 2 على النكسة، بيتم تكليف 10 مقاتلين من الجيش المصري، ضابط وصف وجنود، بمهمة سرية للإسقاط خلف خطوط العدو، للعودة براس صاروخ إسرائيلي وتدمير قاعدة جوية هناك. مهمة من مهمات حرب الاستنزاف، مهمة غالبا اللي رايحها عارف إنه بنسبة 90% مش هيرجع تاني. عارف حاجة كده زي ما تكون باعت واحد في مهمة انتحارية، مهمة رايحها عن طيب خاطر وهو عارف انه بنسبة كبيرة مش هيرجع. قائد المجموعة ديت ضابط مصري قبطي اسمه ميشيل المصري، وفعلا بيوصلوا للحصول على راس الصاروخ بعد منتصف الليل، وفضلوا 3 ساعات يزرعوا عبواتهم الناسفة في كل شبر لحد ما رجع ميشيل المصري ومعاه راس الصاروخ. المهمة اتنفذت، بس لسه العودة كان لازم ينسفوا العبوات الناسفة دي، وفعلا ده حصل. وسانت كاترين بقت كومة نار، واشتعلت القاعدة الجوية فيها، واستخبى ال10 في كهف في الجبل. إسرائيل كانت زي المجنونة، نقلوا قوات محمولة جويا للدفاع عن القاعدة وتمشيط وتطهير المنطقة كلها، وفضلوا يضربوا بالطيران لمدة 4 ساعات كاملة، وكل يوم يمشطوا المنطقة بالطيران لمدة 2 أسبوع. والأبطال مستخبيين في الكهف، الأكل بيخلص والمية كمان بتخلص. كان ممكن يستسلموا ويبقوا أسرى ويضمنوا حياتهم على الأقل في صفقة تبادل أسرى، لكن لأ، 2 ماتوا بإصاباتهم خلال أول يومين، والباقي مات من الجوع والعطش. تخلص حرب الاستنزاف، وتخلص حرب أكتوبر، وتحصل كامب ديفيد، ويموت السادات ويجي مبارك وتتشكل حكومة جديدة، وناس تموت وناس تعيش. وسنة 1984 بعد 15 سنة من مهمتهم يتم اكتشاف هيكلهم العظمي. حاجة كده تقعد تحكي عنها بفخر إن عندك ناس عاشوا وماتوا بصدق وهم بيحبوا البلد دي. قصة من القصص اللي لازم تتحكي لولادنا وتتحكي في أفلام، إن أهالينا عاشوا رجالة، 10 أشخاص ب10 بيوت من 10 أماكن، كل واحد كان ليه أحلامه وحياته، كل واحد حب البلد دي بجد وكان عايزها تبقى أحسن بلد. الله يرحمهم ويجعل بطولاتهم نور في ميزان حسناتهم.